هنتكلم النهاردة عن كائن لطيف جميل ألوانه جذابة جدا، بيعيش معظم الوقت على الأشجار وبيتميز بالذاكرة القوية، علشان كده بيقدر يخزن الطعام ويسيبه بالشهور في أماكن معينة ويرجع ياخده تاني بكل سهولة. عرفتوا إيه هو؟ أهلا بيكم، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي. يلا بينا نروح في رحلة سريعة نتكلم فيها عن السنجاب. بيغطي جسم السنجاب فراء كثيف بيختلف لونه من نوع لآخر. بيكون السنجاب الإفريقي القزم أصغر أنواع السناجب، وطوله 13 سنتيمتر ووزنه حوالي 15 جرام. بتتقسم السناجب لثلاث أنواع رئيسية: السناجب الشجرية، السناجب الأرضية، والسناجب الطايرة. بيتصنف السنجاب إنه من القوارض اللي بتتميز إنها بتمتلك أسنان أمامية قوية جدا تستمر بالنمو طول حياتها علشان تساعدها على قرض معظم أنواع الطعام. بتستخدم الأسنان دي في قطع الفواكه والمكسرات، وكمان بتخليها عندها القدرة على تناول مجموعة كبيرة من الطعام وتقدر تبني أعشاشها بكل سهولة. تعتبر حاسة الشم من أهم الحواس عند السنجاب، لأنها بتساعده في عملية البحث عن الغذاء وكمان التعرف على أفراد العائلة. بيتميز السنجاب بحاسة بصر قوية جدا بتخليه يقدر يشوف الأشياء الدقيقة واكتشاف المفترسات. بتنشأ السناجب في قارة أمريكا الشمالية، وهي منتشرة تقريبا في كل أنحاء العالم ما عدا استراليا ومدغشقر والمناطق المعتدلة من أمريكا الجنوبية. وبيختلف مكان تواجد السنجاب على حسب نوعه، فعلى سبيل المثال السناجب الشجرية متواجدة في المناطق كثيفة الأشجار لأنها بتفضل تعيش في الأشجار وبيكون عشها عالي على قمم الأشجار. السناجب الأرضية بتتميز بديلها القصير وبتحفر الجحور تحت الأرض علشان تعيش فيها. أما السناجب الطايرة بتبني مسكنها داخل فتحات الأشجار وفي أغصان الأشجار المغطاة بالأوراق. السنجاب من الكائنات الرشيقة جدا، بتمتلك مخالب قوية وحادة وكمان مفاصل مرنة جدا. بسبب الميزتين دول بيقدر السنجاب يمشي متعلق بأسفل أغصان الأشجار لحد لما يوصل للطعام، وكمان بتساعده في النزول بسرعة من الشجرة ويقدر يقفز من مكان لمكان بسهولة. بيكون التكاثر عند السنجاب غريب شوية، بيدخل الذكر لمنطقة الأنثى وبيقوم بعمل حركات بهلوانية. بتستمر المرحلة دي حوالي عدة أيام وبعد كده بيحصل التزاوج. بتقوم الأنثى بطرد الذكر عند اقتراب موعد الولادة. بتولد الأنثى مرة لمرتين في السنة، وفي كل ولادة بتضع الأنثى حوالي من 2 ل7 صغار. بترعى الأنثى الصغار حوالي 10 أسابيع، وبيكونوا الصغار بالغين بعد سنة واحدة من ولادتهم. بتتعرض السناجب لتحديات كبيرة زي الصيد الجائر بهدف الحصول على فرائها أو استخدامها كحيوانات أليفة. كمان التغييرات المناخية بتكون سبب في نقص الغذاء وهدم الأعشاش. السنجاب من الكائنات اللي تتميز بالنشاط الكبير خاصة بالنهار، بيكون شديد الحذر من أي خطر يهدده. مدة حياة السنجاب في البرية بتتراوح ما بين 2 ل6 سنين، أما في حالة كان بيعيش في الأسر بيوصل لحوالي 15 سنة. من أشهر السلوكيات اللي تشتهر بيها بعض أنواع السناجب إنها بتجمع أعداد كبيرة من المكسرات وبتقوم بتخزينها تحت الأرض أو داخل الأشجار حتى فصل الشتاء. فالسنجاب الواحد عنده القدرة إنه يجمع ما يقرب من 2000 حبة من البندق وتخزينها في مخابئ مختلفة، وبيكون عنده القدرة إنه يفتكر جميع المخابئ دي بسهولة. بس كده خلصنا حكايتنا عن السنجاب. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وأي حد عنده أي فكرة أو مقترح أو موضوع جديد يسيبهولي في التعليقات. دمتم بكل خير.